قلت نقترح عليكم اليوم هاد الحلوى هذه. دونك زوج انواع تاع حلويات راح يكونوا بعجينه اقتصاديه، راح يجوا بنان يحمروا لك وجهك هكذا مع فنجان تاع لاتاي ولا كما قلت لكم القهوه تاع العشيه ولا القهوه تاع الصباح. نبداو على بركه الله. هنا في غيسيبيون ديالي نحطوا 3 حبات بيض يكونوا في درجه حراره الغرفه، يكونوا متوسطين في الحجم. نديروا عليهم رشه تاع الملح، عندنا مغرفه صغيره تاع لافاني، وعندي هنايا كاس تاع سكر ناعم. نغربلوا السكر ديالنا لانه دائما يكون فيه هكذا هذوك الحبيبات هكذا باش العجينه ديالنا تجينا بيان ليس. هنايا نجيبوا لو باتور، اذا كان ما عندكش باتور خلطي برك بالفوي اليدوي، خلطي برك مليح. هنايا قبل نخلطوا الخليط ديالنا قبل ما نشغلوا الباتور ديالنا باش هذاك السكر ما يطيرناش في كل مكان، نضربوا بلو باتور هكذايا حتى هذاك البيض يندمج مع السكر. هنايا نزيدوا كاس تاع ليدام، تقدروا تستعملوها البنات غير بالزيت، وما نديرها غير بالزيت تجي هايله. اليوم انا درت خليط بين السمن يكون غامولي في درجة حرارة الغرفة وزيت، يعني خديت نص كاس سمن ونص كاس زيت. كيما قلت لكم تقدروا ديروها غير بالزيت البنات على ضمانتي وتجيكم بزاف هايله. هنا دوكا الخطوه المهمه، لازم هذاك ليدام ديالنا نضربوه مليح مليح بلو باتور حتى نتحصلوا على داك الخليط اللي يكون كوم اون بوماد. هنا زدت كاس الا ربع تاع مايزينا ومغرفه صغيره تاع خميره الحلويات، ونكمل هنايا نضرب بالباتور. في الاول كما قلت لكم ما نشغلوش الباتور، نحركوا برك باش تندمج المكونات شويه، ومن بعد نخلطوا بالباتور هكذا باش ما نمرمدوش المطبخ ديالنا. هنايا خلاص نحبطوا الجوانب، ودوكا نبدا نطمف العجينه ديالي. راني رايحه نزيد الفرينه شويه بشويه حتى نتحصلوا على عجينه اللي تشبه تماما العجينه تاع الكروكي ولا العجينه تاع حلوه الطابع. وهنا مهم جدا يعني ما نعجنوش العجينه ديالنا، نحاولوا برك نطموها حتى تنطم معنا. كما راكم تشوفوا حين تحصلوا على واحد العجينه واش نقول لكم هايله. شوفوا ما تلصقش يعني ديجا في لو بلان دو طرافاي ديالنا، ما تلصقش ثاني في الريسيبيون. دونك هذا هو القوام. نعاود نذكركم برك اخواتي كي تزيدوا ليدام ديالكم خلطوا مليح مليح سواء بالباتور ولا بالفوي اليدوي حتى هذاك ليدام يندمج مع الزيت والسكر ومع البيض هكذا باش الزيت ما تخرج لناش من العجينه ديالنا. هنا بعد ما طميتها مباشره انا حنقسمها على 2. نص تاع العجينه كورتها، درت هذوك الكويرات وزنتهم 30 غرام. راني رايحه نشكل معاكم الشكل الاولاني بهذا الشكل هذا ولا بهذا المول هذا اللي يعني تلقاوها عند اللي يبيعوا مواد الحلويات. انا رشيت عليه النشا ولا المايزينا، ومن بعد نشكلوا حربوش ونحطوه الداخل. شوفوا هنايا الحلوه تاعنا نقلبوها مباشره فوق السنيوه، وغير نحطوها فوق السنيوه نعاودوا نكمشوها شويه هذاك لو باتوني هذاك هكذا باش هذاك الشكل يخرج لنا مليح. تاني كاين حاجه البنات كي تحطوها في هذا المول ما تضغطوش بزاف باش تقدروا تخرجوا الحلوه ديالكم بكل سهوله. نعاود نروح نشوفوا هكذا بهذه الطريقه، نضغطوا مليح على هذاك الطابع حتى شغل يتعوج هكذا باش يسهل علينا نخدموا به وباش يعني ما يتعبناش في الخدمه. هامليك هنايا بالنسبه للبلاطو ديالي انا ما دهنتوش لاني استعملت السمن، وانتم اذا كان درتوا غير الزيت وحدها تقدروا تدهنوه بشويه زيت البلاطو ديالكم. ندخلوها الفرن على درجه حراره خياتي حوالي 170 درجه مئويه. الفرن ما يكونش قوي بزاف لانه الحلوه هذه تطيب شغل بيضه. لو طون لي هادوك لي باتوني راهم يطيبوا. الجزء الثاني تاع العجينه هنا هذا يعني وليد اسامه هو اللي حب صابلي، كملته هكذايا على شكل صابلي. ناخذوا هكذا القطعه تاعنا على شكل دائري ولا مربع ولا يعني واش يكون عندكم، ونقطعوا الدوائر ديالنا. بالنسبه للعجينه ديالنا كشتو نحلوها على سمك حوالي 3 ملم لانه من بعد راهي رايحه تضاعف الحجم ديالها. ومن بعد الدوائر هادوك هنا كيما شفتوا من الاحسن نشكلوهم في السنيوه هكذا باش الصابلي ديالنا يبقى محافظ على الشكل ديالو. دخلت هذوك الصابلي يطيبوا في نفس الوقت كنت خرجت هذوما هام ليك هنايا. شوفوا كيفاش يطيبوا كما قلت لكم يطيبوا لنا بيوضه ويجوا يعني بزاف شابين في الشكل ديالهم، جاو هايلين. دونك ما نكثروش البنات الخميره، نديروا غير مغرفه صغيره هكذا باش يبقاو محافظين على الشكل ديالهم. نروحوا دوكا للتزيين، وكما نقول لكم دائما التزيين يبقى على حسب ذوقكم واختياركم، على حسب واش يكون عندكم. الصابلي هذاك انا درته هكذا لا كونفيتور تاع المشماش.
دهنت هذوك الدوائر اللي فيهم الثقوب تاني، دهنت لهم الوجه ديالهم بلا كونفيتور تاع المشماش، رمتهم في شويه كاوكاو محمص ومرحي ودرتهم هكذا بهذا الشكل. بيان سور تقدروا نتوما دردروا عليهم غير شويه تاع سكر ناعم، ولا تقدروا في مكان الكاوكاو ديروا نواه كوكو. هادو ما طوال حتى هما تقدروا تخلوهم هكذاك، تقدروا تلصقوا كل زوج مع بعض وديروا لهم هاد التزيين هنا في الكوتي هكذا على الجوانب، تدهنوهم تاني بلا كونفيتور وترمدوهم في جوز الهند كما تقدروا تاني هادوك لي دو كوتي. ديروا لهم كلاصاج تاع الشوكولا. انا صراحه عجزت باش ندوب الشوكولا ونزيد نمرمد الحلى بالشوكولا، فضلت برك نزينهم هكذا بهذا الشكل هذا وجو يعني ما شاء الله. واللي ما يحبوش جوز الهند تقدروا ديروا كاوكاو كما قلت لكم ولا شوكولا، وكما نقول لكم يعني زينوا كما تحبوا. شوفوا هنايا يعني راح تحصلوا على طبيسيته حلوه من اروع ما يكون. ميم هذاك الصابلي يجي روعه، وصدقوني اللي ياكلوا ما يبانش كامل بالزيت. ميم الوصفه هذه دونك راح تقدر تكون كمشروع مربح للناس اللي يديروا لي كوموند، يعني راح يجي بزاف هايل. شوفوا الصابلي تاعنا يجي ما شاء الله يجي بزاف بنين. ميم هذيك الحلوه على شكل اصابع تاني جات هايله. جربوها البنات، واذا كان جربتوا اي وصفه من وصفاتي ما تنساوش تشاركوني تطبيقاتكم على صفحتي على الانستغرام كويزين سميرة ديزاد، لاني نفرح بها بزاف بزاف. نشكركم في الاخير على حسن المتابعه، قلكم في امان الله.